الموسيقى من الأمور اللي حصل عليها خلاف قوي جدا، وبداية حابب أوضح إن في برضه سبب تاني للفيديو ده، إن في ناس بتكفر اللي بيسمع موسيقى أو بيعمل أيا كان ذنب من الكبائر أو الصغائر. أولا أنا مش عارف هو كفر إزاي وهو عارف إن لا إله إلا الله، إلا لو كانت نيته كفر بمعنى إن هو بعد، لأن فعلا ربنا ذكر في القرآن كلمة كفر بأكتر من معنى، منها إن هو بعد وأعرض زي واشكروا لي ولا تكفرون. ولكن لو المعنى التاني اللي أنت كفرته ده بسبب الموسيقى أو أيا كان الذنب كبائر أو صغائر، يقول لك ما خلاص بقى أعمل كل حاجة، زي اللي قتل 99 نفس وراح سأل أعبد أهل الأرض أنا ليا توبة ولا لا؟ قال له لا، يعني كفره. طلع كلامه غلط في الاخر لما سال اعلم اهل الارض، قال له لا ليك توبه، وفعلا ربنا قبل توبته بقى من اهل الجنه. فاولا ما تصدقش الناس دي وراجع ورا اي حد هو جايب الكلام ده منين، واعرف ان مهما كان ذنبك لو رجعت ربنا هيقبلك. تاني نقطه، هتلاقي في خلاف قوي جدا من زمان على الموسيقى واكتر من موضوع، ولكن الموسيقى هتلاقي الامام ابو حنيفه والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل قالوا ان هي حرام وغيرهم كتير، وتلاقي الامام الغزالي والشوكاني وابن حزم بيقول لك لا حلال، وبرضه غيرهم كتير، وكلهم قال لك ما تاخدش بكلامي ودور زي ما انا دورت. وانا لما بلاقي في اختلاف على اي موضوع بعرف ان في حاجه غلط. مفيش حد بيختلف على اولاده، يعني لما الاب يقول ان ده ابني والام تقول ده مش ابني يبقى في حاجه غلط، وما ينفعش الرايين يبقوا صح، يا ابنك يا مش ابنك، ما ينفعش يبقى ابنك ومش ابنك في نفس الوقت. ايه الحل؟ نلجا للطبيب يقول لنا الحقيقه. طيب طبيبنا في النقطة دي هو ربنا سبحانه وتعالى. وانا هنا مش بتكلم عن الموسيقى بس، كل اللي فيه اختلاف، زي ما سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان دايما بيقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان دايما متوكل على ربنا في كل حاجة. سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام عرف ربنا بالعقل، لما لقى ان في شمس وفي قمر وفي مطر وفي نجوم قال اكيد في حد بيدير الكلام ده، وعرف ان في اله وقعد يطلب منه ان هو يدله. سيدنا ابراهيم بدأ يدور على الحقيقة بنفسه، وفعلا في الاخر ربنا جعله خليل الرحمن. هو اتولد لأب شافه بعينيه وهو بيعمل الأصنام بإيديه، ولقى الناس إن هم بيعبدوا الأصنام، بيقول لهم ده والدي هو اللي عاملها، أنا كنت معاه. كان دايما ردهم على سيدنا إبراهيم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. سيدنا إبراهيم استخدم عقله وقرر يدور على الحقيقة بنفسه، وربنا قال لو تقربت خطوة تقربت إليك ذراعا، وفعلا ربنا دله على الحقيقة وجعله خليل الرحمن، بل قال لنا اعملوا زيه، اتبعوا ملة إبراهيم، دوروا على الحقيقة بنفسكم زي ما هو دور، بل ده رأي كل العلماء، قال لك ما تاخدش برأيي ودور زي ما أنا دورت. وربنا دايما في القرآن بيقول أفلا تعقلون، أن ميزتك بالعقل عن كل المخلوقات استخدمه. وأيام النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا بيختلفوا ربنا كان بيقول لهم نقطتين، أفلا تعقلون استخدم عقلك، وأفلا يتدبرون القرآن تدبر في القرآن هتعرف الحقيقة وهتعرف الإجابة، لأن ربنا قال في آية تانية وكل شيء فصلناه تفصيلا. لو شغلوا عقلهم وتدبروا في القرآن هيعرفوا الحقيقة وهيعرفوا الإجابة. ولكن أنا بستسهل وباخد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول للصحابة استخيروا ربنا في كل أموركم. بحب أعرف الإجابة من ربنا الأول بعد كده أدور، ولكن أنا ما استخرتش على حديث الموسيقى بس، على كل الأحاديث، لأن لقيت في أحاديث كتير مخالفة للقرآن مش عارف أصدقها ولا ما أصدقهاش. بخاف أصدقها ويطلع إن النبي ما قالش كده، كبائر من قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وبخاف إن أنا ما أصدقهاش لحسن يطلع إن النبي قال كده. واللي وصلني للنقطة دي اختلاف العلماء نفسهم، لو الكلام يقين مش هيختلفوا. شفت رؤية غريبة جدا، ولكن قبل الرؤية بداية من جيل التسعينات الجيل ده نشأ على تطور وتكنولوجيا رهيبة جدا، فعقليته بقت مختلفة عن الأجيال اللي قبله. من أول جيل التسعينات ده اخترعوا النهاردة الذكاء الصناعي المرعب، فانتوا حرفيا بتتعاملوا مع جيل ذكي جدا. خاطبوا الناس على قدر عقولهم، خاطب كل واحد على قدر عقليته، وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله، من أصغر واحد لأكبر واحد كان بيفهمه. وهتلاقي بداية من الجيل ده هو اللي بيسأل انتوا ليه بتقولوا ان ده حرام؟ انتوا ازاي خالفتوا القرآن؟ ازاي بتقولوا ان النبي خالف القرآن؟ هو مش بيكره النبي ولا بيكره أحاديث النبي، بالعكس ده بيحب النبي جدا وبيحب ربنا جدا، ولكن كل الحكاية عقليته مختلفة وطريقة تفكيره مختلفة، عايز يفهم. وكل الرد اللي بيلاقيه استهزاء وتسخيف من الرأي. النبي ما كانش بيعمل كده، وربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. ربنا قال وجادلهم بالتي هي احسن بالحكمه والموعظه الحسنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وده فعلا اللي حصل، الاغلبيه انفضوا وبعدوا. فلما استخرت ربنا عن الاحاديث شفت رؤيه غريبه جدا، قسما بالله شفت في الرؤيه المخابرات اليهوديه ومعاهم مسلمين. انا مش عارف المسلمين اللي شفتهم في الرؤيه دي هل دول المنافقين اللي ربنا قال عنهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم؟ لا النبي ولا الصحابه كانوا يعرفوهم، ربنا وحده اللي كان يعرفهم. ولكن في الرؤيا البيوت كانت قديمة، يعني الموضوع قديم، الموضوع من زمان، فترعبت. ولكن عرفت إجابة إن النبي ما خالفش القرآن، فجريت أدور على الصورة الكاملة للأحاديث. الأحاديث دي وصلت لنا إزاي؟ أول حاجة لقيت إن من النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي 53 سنة، وعدد الصحابة كان حوالي 12,000. ما لقيتش ولا كتاب ورد من النبي أو من ال 12,000 ومطبوع منه مليون نسخة زي القرآن. إنما القرآن كان فيه كتاب للوحي، كل ما الآية بتنزل كانت بتتكتب، وكل اللي أبو بكر الصديق عمل إن هو جمع اللي كتاب الوحي كتبوه، وربنا اللي تكفل بالحفظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وربنا هيأ أسباب ده، وزي ما نزل وصل لنا. طب ليه ما حدش كتب الأحاديث؟ بالعكس كتبوا، ولكن النبي قال لهم واتذكر في صحيح مسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني ولا حرج، ومن قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والجملة الأخيرة دي متواترة، عدد كبير قوي قال.
فاذا هم كتبوا، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم كل اللي كتب احاديث يمسحها، وفعلا ما وردش ولا كتاب من ايامهم، ففعلا هم ما كتبوش، كله خاف، لان النبي قال من قال عني ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار، مش حديث كلمه. طب ليه النبي قال كده؟ طب هنصلي ازاي؟ تيجي تدور اصلا في الاحاديث مش هتلاقي ولا حديث بيقول لك من الالف للياء ازاي تصلي. الصلاه نقلت بالتواتر بين الاجيال، ربنا زي ما تكفل بحفظ القران تكفل بانه يعرفنا ازاي نصلي. ولان قريش كانت بتكتب عنه كلام هو ما قالوش، لدرجه ان عمر بن الخطاب لما حد كان بيقول له النبي قال كذا قال له لا لازم اسمعه لحد تاني. فاذا موضوع الرؤيه اللي شفتها ان الموضوع كان قديم هو كان من زمان فعلا. بس برضه انا عايز اعرف الاحاديث وصلت لنا ازاي. النبي قال لهم حدثوا عني ولا حرج، انقلوا مع بعض بالتواتر انا قلت ايه، ولكن ما تكتبوش. وده فعلا اللي حصل، هنلاقي في الاحاديث عن فلان عن فلان عن فلان. طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ما تكتبوش؟ الله اعلم، تقريبا النبي شاف حاجه او ربنا الهمه بحاجه. وفعلا اللي بيأكد الكلام ده حديث تاني للنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لسيدنا علي ستكون هناك فتن الناس هتختلف في الدين. فسيدنا علي بيسأل وما المخرج منها يا رسول الله؟ لما الموضوع ده يحصل نعمل ايه؟ قال كتاب الله، شوف اللي موافق للقرآن. دي كانت آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، وده اللي اتذكر في الحديث الصحيح الوحيد في الخطبة في صحيح مسلم. آخر وصية استمسكوا بكتاب الله، اوعوا تخالفوا كتاب الله، بل قال إن هو حبل الله ولو تمسكتم به لن تضلوا أبدا. وده اللي ربنا قاله في القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله اللي هو القرآن، ما تخالفوش القرآن. اللي أمر بالكتابة هو عمر بن عبد العزيز بعد 90 سنة من وفاة النبي، وللأسف برضه ما وردش كتاب. أول كتاب اتجمع هو أيام الإمام مالك بعد 150 سنة من وفاة النبي، وكان في أكتر من مليون حديث عن النبي، خد منهم 100,000، بعد كده راجعهم تاني بقوا 10,000، بعد كده راجعهم بقوا 600. أحمد بن حنبل كان أيام المعتزلة بيقول لقيت مليون حديث عن النبي ما خدتش منهم إلا 30,000، لقيت مليون حديث إلا 30,000 كذب عن النبي. حتى المحدثين لما رجعوا 30,000 في مسند أحمد لقوا إن 7,500 بس هم اللي صحيح لذاته. البخاري بيقول لقيت نص مليون حديث عن النبي ما خدتش منهم إلا 2,600 بدون التكرار، نص مليون حديث كذب عن النبي. فمن هنا فهمت ليه الرؤية قالت لي إن حد حاول يحرف الأحاديث وإن الموضوع قديم، ولكن أنا استخرت كانت على الأحاديث الحالية خصوصا المخالفة للقرآن. فبدور أكتر العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن الأحاديث مصنفة الأحاد ومتواترة. الأحاد يعني 1 أو 2 أو 3، عدد قليل قوي نقلوا الحديث، فبقى ظني الثبوت بنسبة 50% النبي قال كده، 50% النبي ما قالش. والأحاديث المتواترة يعني عدد كبير قوي نقلوا الأحاديث، فبقى في يقين تام إن النبي قال كده. ابن حجر بيقول الأحاديث اللي معانا دلوقتي بعد ما استخلصت من المليون حديث بنسبة 99% منهم أحاد، ونسبة 1% بس متواتر. الأميدي في الأحكام بيقول إن 20 حديث بس المتواتر، ولكن السيوطي قالوا لأ، عدد الأحاديث المتواترة 110 وكتبهم في كتاب الأزهار المتناثرة، دول اللي اتأكد يقينا إن النبي قالهم. وهنا أنا عرفت ليه العلماء اختلفوا، كلهم قالوا هناخد بالأحاديث المتواترة، ولكن مش كلهم قالوا هناخد بالأحاديث الأحاد. وما ينفعش يبقى الرأيين صح، يا ابنك يا مش ابنك. المهم ان في رأي قال ان احنا هناخد الاحاديث الاحاد اللي هي ظنية الثبوت وهنخليها قطعية، ولو خالفت القرآن هنلغي بيها القرآن. وفي رأي قال لا، هي ما زالت تحت دائرة الظن بنسبة 50%، النبي قال كده مش قطعي. ربنا قال في القرآن ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال في حد الزاني ان لازم 4 يكونوا شافوا ده بعينيهم. طب لو 3 قال لك ما تاخدش برأيهم، لو 2 ما تاخدش برأيهم، لو 1 ما تاخدش برأيهم، حتى لو صادقين، حتى لو صادقين لازم يبقى في يقين. طبعا من الرؤية اللي انا شفتها انا مع الرأي ده. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعت رسول بكتاب سماوي لازم يبعته بمعجزة عشان يبقى فيه يقين ان هو رسول من ربنا. طيب نيجي لموضوع الموسيقى، كم واحد قال الحديث؟ 1 وهو هشام بن عمار، فإذا هو أحاد وما زال تحت دائرة الظن، ولكن قد يحتمل ان هو يكون صحيح. ازاي؟ لو لقيت آية في القرآن كده 50% صح رجحت. طب لو ما لقيتش آية في القرآن، الخوف من ايه بقى في الاحاديث الاحاد لو 1 بس او اقل من 4 قالوا الحديث؟ اولا ما تشككش في المحدث اللي كتب الكتاب، ولا تشكك في اول واحد اللي بيروي عنه، اول واحد صادق اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام او الصحابة. الخوف من مين؟ عن فلان عن فلان. وارد ان اول واحد صادق، وارد ان تاني واحد صادق، وارد ان تالت واحد منافق ومحدش كان يعرف عنه حاجة، زي ما ربنا قال واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، كلهم فاكرينهم صادقين، واصلا خلاص كل جيل الصحابة كان توفى، فاللي بعده جه ينقل عنه كان فاكره صادق، ضل الامة كلها. ودي الرؤية اللي أنا شفتها، كان معاهم مسلمين. إيه الفيصل هنا؟ الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لسيدنا علي، وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. شوف اللي موافق للقرآن، زي ما يكون النبي شايف المستقبل. طب ليه خدت بالحديث ده مع إنه أحد؟ لأنه وافق آية في القرآن، فال50% صح رجحت، فتحول من ظن اليقين لأنه وافق يقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتلاقي ابن مسعود في الحديث راح يدور في القرآن على الآية، ولكن ده مش حديث نبوي، ما بيقولش إن النبي هو اللي قال كده. تاني حاجة الحديث ضعيف. تالت حاجة هو ما كانش بيتكلم عن الموسيقى أصلا، وفي اللي اتكتب بيقول أنا لقيت الآية. خد بالك الناس دي عارفة الفرق بين الحديث الأحاد والمتواتر. مسك القرآن من أوله لآخره مش لاقيه، ولكنه شك في آية لهو الحديث، ولكنه ما قالش إن النبي قال لنا إن هي دي الآية، وأصلا ما كانش بيتكلم عن الموسيقى. ولكن للأسف مش هي. إيه هو اللهو؟ حاجة بتلهي. ربنا قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، الحياة بتلهي، ودي حقيقة فعلا. تعرف لو ربنا قال اللهو وسكت يبقى الدنيا كلها حرام، ولكن ربنا خصصها. يعني أنا لو قلت لك لهو الأرض ما تكلمنيش عن السماء، قلت لك لهو السماء ما تكلمنيش عن الأرض. ربنا قال لهو إيه؟
لهو الحديث. ايه هو الحديث؟ ربنا قال في القرآن ومن أصدق من الله حديثا. مفيش أصدق من كلام ربنا. فإذا ربنا بيتكلم عن الكلام اللي بيلهي. عارف لو ربنا قال له الحديث وسكت يبقى الكلام كله حرام، ولكن برضه ربنا خصصها. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ربنا حط 4 شروط وركز في يتخذها هزوا عشان هتتكرر تاني. فإذا ربنا خصصها. واحد بيشتري كلام بيلهي بيضل عن سبيل الله، يعني لو ربنا قال لك يمين هو بيقول لك شمال وبيستهزأ. طب يستهزأ بإيه؟ ربنا اتكلم عنها برضه في القرآن. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا أول نقطة الآية مش هي، ولو مسكت القرآن من أوله لآخره مش هتلاقي الآية، فما زال تحت دائرة الظن. طيب كم واحد قال حديث المعازف؟ واحد زي ما قلنا هو هشام بن عمار، ولكن ابن حزم بيقول إن السند منقطع، بل في علماء بيقولوا إن في شبهة على هشام بن عمار وإن عليه كلام. زي ابن عدي بيقول يروي المناكير عن السقاط، يعني بيشوف أضعف حاجة وبيقولها، ولكن في علماء تانيين قالوا إن هو صادق. فإذا في رأيين ولكن في شبهة عن الراوي. تاني نقطة أصلا البخاري ذكره في المعلقات. طيب آخر نقطة، هل ربنا أتاح للنبي إن هو يحرم حاجة؟ ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه، صح كده؟ ولكن هنا ربنا بيقول الرسول بيقصد الرسالة، الكتاب السماوي، لأن القرآن ما نزلش كتاب، نزل منطوق. أنا عايزك تتخيل الموقف، أنت دلوقتي واقف قدام الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول جاي وبيقول لك في آيات نزلت عليا من القرآن. ففي ناس قالت له لا أنت اللي مألفها، أنت شاعر، وقالوا عنه كلام كتير قوي. ربنا أنزل الآية ما آتاكم الرسول فخذوه. ليه يا رب؟ لأن وما ينطق عن الهوى. إذا القرآن نزل منطوق، فربنا قال وما ينطق عن الهوى، ده مش كلامه. طب هل ربنا سابها في المطلق لا ينطق عن الهوى في كل حاجة، ولا برضه خصصها؟ لا برضه خصصها، إن هو إلا وحي يوحى. وربنا راح قايل آية تانية على لسان الرسول وأوحي إلي هذا القرآن. ربنا بيتكلم عن القرآن، لأن اتذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيكلم السيدة عائشة لما اتهمت في حادثة الإفك، فقال لها لو عملتي كده استغفري. لو لا ينطق عن الهوى في كل حاجة كان قال لها أنت ما عملتيش كده. إنما البراءة نزلت من فوق 7 سماوات في سورة النور، ونزلت منطوقة على لسان الرسول. إنما لما ربنا اتكلم عن النبي مش عن الرسول قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ليه بتحرم حاجة أنا ما حرمتهاش؟ وفي آية تانية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما تتخذش النبي رب، يعني إيه؟ وليه ربنا قال النبي مش الرسول؟ لأن في فرق بينهم. أربابا دي ربنا شرحها في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام برضو شرحها في الحديث. لما ربنا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ربنا قال إن هم اتخذوا العلماء أرباب، يعني إيه؟ ربنا ذكرها في القرآن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإذا حرموا حاجة ربنا ما حرمهاش في الكتاب السماوي، كانوا بيقولوا لهم إن النبي اللي قال كده، وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله في الحديث. ومع إن الحديث أحاد ولكنه وافق آية في القرآن فأصبح يقين، لأنه وافق لليقين. لما عدي بن حاتم راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما اتخذناهمش أرباب ولا حاجة، قال له مش حرموا اللي ربنا ما حرموش في الكتاب السماوي؟ قال له حصل. قال له مش سبتوا الكتاب السماوي ومشيت وراهم؟ قال له حصل. قال له فتلك عبادتهم. برضه ربنا قال في آية تانية في القرآن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. محدش فينا يخالف الكتاب السماوي، محدش فينا يقول حاجة عكس الكتاب السماوي. وأربابا دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام لسه شارحها، فهو بيقول أنا مش هعمل كده، أنا مش هحرم حاجة ما اتحرمتش في الكتاب السماوي، أنا مش هخالف الكتاب السماوي، فقط التبيان. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هنا ربنا وجه الكلام للصحابة كمان، كلهم قالوا مش هنخالف الكتاب السماوي. وعشان كده في حديث لسيدنا عمر بن الخطاب بيقول حسبنا كتاب الله. فربنا قفل الباب عشان الموضوع ما يتكررش مرة تانية، وزي ما أمرك ما أتاكم الرسول فخذوه أمرك ما تتخذش الأنبياء أرباب. بس فدي الصورة الكاملة. خد بالك انت لما بتقول عن حاجة ان هي حرام وربنا ما حرمهاش دي كبائر. كان في من 20 سنة ناس بتقول ان التصوير بالموبايل حرام، مش عارف جابوها منين دي. ربنا ما جابش سيرة خالص عن الموبايل في القرآن، وايام النبي ما كانش فيه موبايل. بس فدي الصورة اللي ربنا وضحها لي. فانت مع انهي رأي؟ وهل شايف ان الموسيقى حرام ولا لا؟